السلام عليكم، كدايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحيحه؟ كلشي لاباس. شكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على الكومونتير اللي كتكتبوا ليا. دابا جيت معاكم باش نوجد معاكم الصوب الناس اللي طلبوها ليا، اللي درتها في الكوموند وطلبوها ليا. هي هذه دابا ما كتجي على هذا الشكل هذا. الناس اللي طلبوها مني انا قلت لكم حطها في القناه ولكن ما لقاوهاش. هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا هكايا، كتجي هكا الصوبه. ان شاء الله تابعوني في المقادير غادي نعطيها لكم. كتجي على هذا الشكل هذا هكايا، كتجي دايره خاتره وتجي زوينه. تابعوني في المقادير ديالها حتى النهايه، نتمنىها تعجبكم. وراه حطها في القناه ولكن الناس ما لقاوهاش في القناه، وكنت انا موجده معكم اليوم. عندي لي كوموند ديالها وكنت موجدها لكم. وتابعوني. واحد درت مع هاد درت هادو لي بخانطو بالكروفيت، يعني كروفيت كريز. درت مسامية هكا كيمشيو. ونتمنى تتابعوني في المقادير حتى النهايه. انا رجعت معكم باش نعطيكم المقادير، ونتمنىهم يتحفظوهم والناس اللي يطلبوا مني يحفظوهم ويديروها وتجيكم بحال اللي دقتوها. هنايا عندي البصله، هنا عندي بصله شديتها، هنايا بصله هنا قطعتها هكايا طريفات يعني مشلضه. هنا عندي خيز تا هو قطعته رقيق بحال هكايا، تا هو قطعته رقيق. يعني اللي بغى يطحنوا في الهشوار يطحنوا، غير ماشي يطحن بزاف تيولي حمر عاوتاني، وتغسلوه باش ما تبقاش تطلق لكم. هذا هنا عندي الكلاماغ، هنا عندي 2 كيلو ديال الكلاماغ. شديتها وغسلت سلقته، عفوا سلقته حتى كتحيد الكشكوشه، حيت هذيك الكشكوشه ما خصهاش تجي في الصوبه، خصها الا جات في الصوبه كتخسرها. سلقته شديته قطعته طريفات بحال هكايا، طريفات ضامات هكا صغار. كنسلقو صاين باش يجي يتقطع. هنا عندي الفيرميسان، هنا عندي واحد الباكي ديال الفيرميسان ديال 100 غرام. هنا عندي شويه الملحه، هنا عندي شويه الابزار، هنا شويه العطريه ديال الصوبه اختياريه. اللي ما عندوش يدير ضامه ديال الحوت، يعني اللي ما عندوش هاد العطريه يدير ضامه ديال الحوت، ولا يدير ضامه عاديه ديال الدجاج، يعني اختياريه باش كتجي بنينه. هنايا عندي لا كريم فريش، هو اللي غادي ندير. اللي ما عندوش لا كريم فريش يدير 7 الفرماجات على حسب، هذه ولا 8 ديال الكيري. يطحنهم مع المعدنوس. دابا بحال دابا انا غنشد المعدنوس من غطيب، غنشد المعدنوس غنطحنها مع الفيرميسان وندير معهم لا كريم فريش، وهو باش غندور الصوب. هنا عندي غير الزيت، اللي عنده الزبده يديرها واللي ما عندوش يدير الزيت. انا غندير الزيت. هنا عندي الطنجره، انا غندير واحد 2 معالق ديال الزيت، غير شويه الزيت حيت هي ما خصهاش زيت بزاف. هنا ندير خيزو، عفوا كنصور بوحدي. هنا غندير البصله، هنا نقدر نديرهم يتشحروا وعاد نرجع معكم. هنا هي درتها كتشحر، شتو نشحروا البصله وخيزو حتى كيتشحروا. عاد غنزيدو عليهم الكلاماغ حيت هذه ديال غتقولي 2 كيلو بزاف، حيت هذه ديال 12 الناس، يعني كيلو غتجي خفيفه. كيلو عرفتوا كتعرفوا الكلاماغ ملي يطيب يولي غير كيتجمع، ما كيبقاش عاطي. مع كتحيدوا له داك الراس، حيدوا له داكشي الداخل ديالو، يلاه كيبقى فيه نص كيلو. ملي كتسلقوا داكشي حتى هو يلاه كيتجمع، يلاه كتجيكم 2 كيلو، يلاه كتجي كيلو، يعني يلاه كتقدر مع نص كيلو ديال خيزو ومع بصله كبيره. يعني هادشي باش ما عطيتكمش ما قلتلكمش المقادير ديال خيزو. هنايا 3 خيزوات يعني كبار نص كيلو. صافي دابا غادي نشحرو، هو دابا يتشحر صافي هكايا، غير تشحر واحد شويه. وغادي نزيد عليها الكلاماغ. هذه ما كتاخذش بزاف تاع الوقت، يعني الا خدات لكم الوقت بزاف غتاخذ لكم واحد 20 دقيقه. 20 دقيقه اللي كتاخذ ديال الوقت صافي، يعني ما كتاخذش اكثر من 20 حتى 25. يعني غير كتغلي صافي كتخليوها واحد 10 دقائق صافي، وكتدوروها وكتطفوا عليها. يعني حيت الكلاماغ مسلوق وخيزو دا غير كيطيب حيت رقيق وكل بصله، يعني ما كتاخذش وقت بزاف. يعني 25 هي واجده الصوبه، يعني ما كتاخذش وقت بزاف، كتجي بنينه وكتجي. نتوما غتشوفوها تتابعوا معايا. بعد ما تشحرات هي درت دابا الكرامه، درتوها شتو خيزو صافي. دابا انا غادي نروي وغندير العطريه. انا غندير اللي غطيب فيه، يعني غندير دابا بحال دابا 12 ناس، غندير واحد 3 يطرو تاع الماء. 3 يطرو يلا غادي تجي طيب فيها وديري حيت هي ما كتوقعش بزاف، يعني قلت لكم ما كتاخذش وقت بزاف.
غندير 4 يطرو 3 يطرو يعني تاع الماء. هنا انا عندي الطنجره فيها العبار، درت فيها 4 يطرو. انا شفتوها عندي من هنا، عندي حتى 11 يطرو كتهز الطنجره. المهم درت فيها انا غير 4 يطرو. درت 4 يطرو يلا غتجيني مع الطيب. هنا غندير هذيك العطريه ديال الصوبه كتباع. هنا غندير الملحه، هنا غندير الابزار صافي. نخليها طيب، نخليها طيب واحد شويه تغلى وغادي نرجع معكم باش طحن. نخليها غير واحد 5 دقائق تغلي وصافي، وغادي نرجع معكم باش ندير معكم الفيرميسان ولا كريم فريش والسودك والمعدنوس، وغتشوفوا الشكل ديالها كي داير. انا رجعت معاكم. هنا ندير الفيرميسان، غنديرها دابا هنايا، نديرها في هذا الكاس الخلاط، نديرها هنايا باش تطحن كلها نطحنها. هنا غندير حتى المعلقه كبيره ديال الطحين، وقولوا 2 معالق ماشي معلقه، 2 معالق عفوا. هنا غندير واحد نص يطرو تقريبا ديال لاكريم، حيت ما درتش الفرماج باش ندورها بها. وهنا غندير الربيع. هنا غادي نقطعو ونرجع معاكم. معدنوس هنا بعد ما قطعت المعدنوس دابا غنديرهم يطحنوا وغنرجع ندور بهم الصوب. هانتوما بعد ما طابت الصوب شفتوها، هي خليتها غلات واحد 5 دقائق صافي. دابا غادي نخوي عليها. هذه هو شفتوا هذا الكاس سميتو، المهم طحنت هذاك الخليط غنخويه هنايا كله. غادي نشلو باش ما يبقاش فيه هذاك الشيء. دابا غادي ندورها هكايا، ندورها غير تغلي شويه وغنطفي عليها باش يبقى. الا درتو الفرماج ما غادي الفرماج والمعدنوس غتاخدوا البلول باش طحنوا. الا ما كانش عندكم لا كريم فريش غتاخدوا البلول ديالها، غتخويو على الفيرميسان وتخويو على الفرماج هو باش غطحنوا المعدنوس، هو باش غطحنوا اخر غير كتغلي وكتطفيو عليها، يعني ما كتخليوهاش بزاف، غير تغلي واحد الغليه والثانيه صافي باش ما يسقطعش لا كريم اولا كان حتى الفرماج. غير كديروه وكتطفيو عليه، يعني ما كتخليوش يغلي كاع نهائيا، يلا كيطلع فيه الغليه وتطفيو عليه. انا غادي دابا نخليها تغلي ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. هي بعد ما شفتوها هي طفيت عليها، هي شفتوها كيف جات، كتجي هكا كتجي خاتره وكتجي زوينه، كتجي بحال هذا الشكل هذا. دابا انا غنصبها معكم وانتم كيفاش كتجي في الطبسيل. انا شوفوا كتجي على هذا الشكل هذا هكا. هذا هو الشكل ديال الصوبه كما شفتوها. نتمنى تعجبكم. شكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم. والناس تحيه الناس اللي كيخدموا في الكوزينه وكيعيطوا عليا كيقولوا لنا عطينا المقادير امينه. حتى انا دزت في الكوزينه وداك الشيء كتبغيو الجديد، ومع الوقت ان شاء الله نحط لكم الجديد. شكرا لكم على الطلب ديال الصوبه، انا حطيته لكم ونتمنى يعجبكم. وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.